السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام دراسي جديد سعيد على حضراتكم جميعا وعلى أبنائكم. وعلشان كل الأسر النهاردة مهم جدا عندها صحة أولادها وكمان استذكار دروس أبنائها وقمة الوعي الثقافي بالتغذية، هو ده اللي هيوصل للاثنين، الصحة ومدى استيعاب العلوم الدراسية اللي موجودة بمدارسنا واللي المفترض واجب علينا التعلم والعلم. وبالتالي حوارنا النهاردة عن نبذة في دقيقتين عن شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه: إفطار أولادنا، الإفطار للأبناء في البيوت قبل الذهاب للمدارس. الحقيقة أن الإفطار من أهم وجبات اليوم وبيمثل أكتر من تلت السعرات الحرارية اللي المفروض أوفرها لابني قبل الذهاب للمدرسة. وليه قبل الذهاب للمدرسة؟ علشان حاجتين: أولهم أنه يحصل على غذاء متنوع، أصناف كتير من التغذية ونضيف جدا، وده مش هيوفره للبيت، والوجبات دي تبقى بسيطة المكونات وسهلة الهضم وكمان مغذية. مهم جدا الحاجات الثلاثة اللي قلنا عليهم دول، وعلشان ده يحصل يبقى مهم جدا ناخد بالنا من اللي هنقول عليه. ابني يصحى قبل وجبة الإفطار بنص ساعة، نحاول قدر الإمكان ده عشان يقدر يبقى له عنده شهية معقولة للأكل. بعد كده الوجبة تبقى فيها بروتين حيواني، بيضة مسلوقة مثلا أو كوباية لبن، فيها مصدر للطاقة وليكن تمرات أو بلح رطب من 3 ل 7 رطبات، يكون في مصدر للخضروات الطازجة، سلطة مثلا أو فاكهة طازجة ولو ثمرة واحدة تبقى معاه. ولازم نعرف إن معدة الطفل صغيرة، وكمان جهده العالي ولعبه في المدرسة بيبذل طاقة كبيرة جدا، وكمان تحصيل العلوم عايز طاقة كبيرة. الاثنين دول بيخلونا نقول إن الطفل محتاج وجبة كل 4 ساعات. يعني إيه؟ يعني مهم جدا سندوتش المدرسة يبقى نحافظ عليه، ويبقى ممنوع الفينو والدقيق من غير ردة. مهم جدا يبقى خبز بردة أو يتعمل في البيت بشكل معين يحبه الطفل، نهتم بيه مدى ثقافة الطفل وكمان مدى جودة وروعة الأغذية اللي المهم إن ابني يتعود عليها ويطلبها مني. بلاش أبدا إن أنا أضحي بصحة ابني وإن أنا أهتم بإن أديله مصروف وخلاص. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة.